ليه المراهق بيهتم بالفلوس أوي؟ سؤال بيتكرر من الأهالي كتير. ابني بقى شايف إن الفلوس هي كل حاجة. الحقيقة إن ده مرتبط بمرحلة النمو اللي بيمر بيها، مش مجرد طمع أو سطحية. المراهق لما بيكبر بيبدأ يدور على الاستقلال، ويحس إنه حر في اختياراته، ويشتري اللي نفسه فيه، يخرج مع أصحابه من غير ما يستنى إن حد يموله، ويرضي رغباته وهوايته من نفسه. والفلوس بالنسبة له بقت رمز للحرية الشخصية، مش بس وسيلة اتصال أو وسيلة شراء أو وسيلة اتصال بين الأسرة وبعضها وبين المجتمع. الفلوس هي رمز في الحياة، مش وسيلة دائمة، بل هي متجددة على مر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أعزائي المتابعين والمشاهدين في موضوعنا النهاردة: ليه المراهق بيهتم بالفلوس أوي؟ وقبل ما نكمل موضوعنا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنستكمل باقي الموضوع. في وسط عالم مليان إعلانات وسوشيال ميديا، بقى الإحساس بالقبول الاجتماعي مربوط بالمظاهر، اللي لابس براند واللي معاه موبايل جديد وهو ده الظاهر، والمقارنة بقت جزء من يومه. ولو في النشء في البيت في ضغط مادي، شاف أهله ولد مثلا بيشوف أهله بيعانوا بسبب الفلوس، فبيشوفهم بشكل تلقائي إنها وسيلة أمان، وساعات هتكون هاجس جواه وهو مش واخد باله. بس هل الفلوس هي الأهم فعلا؟ هي فعلا هي مهمة في حياتنا؟ غالبا لا. المراهقة مش بس مرحلة احتياجات، دي كمان مرحلة تشكيل هوية والقيم اللي بتعيش جوه المراهق، هي اللي بتفضل معاه طول عمره. الحب والصداقة والتعليم والإنجاز الشخصي هي اللي بتبني الشخصية، مش الرصيد الحسابي. علشان كده لازم نساعدهم أولادنا، يعني إن هم يزاولوا هوايتهم، ونعلمهم إزاي يتعلموا ويتعاملوا مع الفلوس، وإزاي يربطوا الفلوس بأهدافهم الكبيرة، مش بس باللحظة، وإزاي يفرقوا بين الحاجة والرغبة، وإزاي يستثمروا في أنفسهم قبل أي حاجة تانية. الموضوع ده بيحتاج مننا إن احنا نتكلم معاهم بصراحة، نقرب منهم، نسمعهم ونفهمهم، ونواجه كل مشكلة تمر بيهم من غير ما نحسسهم إن تفكيرهم غلط، علشان إحنا كمان
اتعرضنا لنفس الأسئلة، وهم في يوم هيبقوا في مكاننا. الفلوس مهمة، لكن الأهم منها هو الإنسان اللي بيعرف يستخدمها صح، ويعيش يتوازن بين العقل والقلب. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الملكة سوسن النجار. الرجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة على الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.